الرولز رويس ريس عربية الأشباح 625 حصان، موتور V12 توين تيربو وقمة الفخامة. بس العربية اللي معانا النهاردة كانت أقرب لجثة الشبح. ده اليوتيوبر تفارش، وده صاحبه مات أرمسترونج اللي مشهور في انجلترا بإعادة بناء العربيات الرياضية. مات اشترى عربية رولز رويس ريس موديل 2017 متدمرة في حادثة، وتمنها بيوصل ل 700 ألف دولار. بس مش دي المشكلة الحقيقية إنه عشان يصلحها راح اشترى عربية رولز رويس تانية سليمة وشغالة، وده لمجرد إنه ياخد منها قطع الغيار اللي محتاجها، وبعدين كان ناوي يرمي العربية السليمة دي في الخردة. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك معانا في القناة. رولز رويس معروف عنها إنها دايما رمز للفخامة والهدوء والرقي، بس العربية اللي معانا مختلفة شوية لأنها تعتبر النسخة الشبابية من رولز رويس، وريس هنا معناها الشبح. ورولز رويس اختارت الاسم ده لأن ده أنسب وصف ليها. عربية هادية وجميلة، لكن مع أول دوسة بنزين ما بتلمحش العربية، وده بسبب إن فيها موتور V12 بسعة 6600 سي سي، وعليه توين تيربو بيطلع 625 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن متر. هنا تفارش قرر إنه ياخد العربية دي ويصلحها ويرجعها على الطريق من تاني. أول ما وصل وشافها اكتشف إن رولز رويس كانت عبارة عن هيكل، حرفيا هيكل عربية. بس أول حاجة الباب الشمال مش موجود، وده مش أي باب، ده باب الرولز رويس الكاريج، وده اللي بيفتح لورا، والعتب كمان متشال، مفيش عفشة لا قدام ولا ورا، حتى المساعدين والمقصات والفرامل، كمان الفانوس الأمامي الشمال متشال. تحت الكبوت بقى لقى موتور V12 توين تيربو، وموتور زي ده هيكون غالبا أعقد موتور ممكن الواحد يشتغل عليه. تفارش قرر إن الموتور ده سليم ومش محتاج أي صيانة، وده لأن مجرد التفكير في عمل صيانة ليه كان كابوس. تفارش كان فاكر إنها شوية قطع غيار ناقصة، لكن الصدمة الحقيقية كانت لما راح لمات في ورشته، وده عشان يشوف إيه بالظبط اللي اتاخد من العربية. الباب الناقص كان راكب على عربية مات، والسب فريم الأمامي والخلفي متشالين بالكامل، والمساعدين والمقصات برضه متاخدين. كده العربية دي فضيت وما تبقاش فيها غير الصاج والموتور. فكان مفكر ان سهل يجيب قطع غيار من توكيل BMW، وده عشان الرولز رويس مبنيه على شاسيه BMW. بس مات قال له ان قطع غيار الرولز رويس مقاساتها مختلفه شويه واكبر من قطع غيار BMW. تفارش قعد يوم كامل في الاوتيل بيدور اونلاين على قطع غيار، اكتشف ان الموضوع شبه مستحيل والاسعار غاليه جدا. باب واحد بس مجرد صاج من غير فرشه او ازاز سعره معدي 6000 دولار، وموتور مساعد قفل الباب لوحده ب 1400 دولار، والسب فريم الواحد ب 2000 دولار. وهنا تفارش حب يزود التحدي في انه يخلص العربية دي في أقل من أسبوع. فدلوقتي الحل الأمثل إنه يلاقي رولز رويس ريس تانية، وعن طريق واحد صاحبه تاجر عربيات لقى عربية ريس تانية من بره شكلها سليم وبنفس اللون الفضي، لكنها كانت غرقانة. الصالون من جوه غرقان مية وطين، والموتور V12 توين تيربو غرقان مية ومليان صدى، يعني الموتور ده بالنسبة له ميت. لكن العربية دي فيها كل حاجة هو محتاجها، البيبان والعفشة الكاملة والصاج السليم، ودي كانت فرصته الوحيدة. رولز رويس وزنها تقيل جدا فوق ال 2 طن ونص. رفعوها على الكوريك، وكانت الخطة إنهم يبدأوا بفك العفشة الخلفية بالكامل، شال الكاوتشات وكمان الاكزوست. وعشان يفكوا السب فريم الخلفي كان لازم الاول يفكوا المساعدين. بسبب تصميم البيبان اللي بتفتح بالعكس، الباب ما كانش راضي يفتح لاخره لانه كان بيخبط في عمود الكوريك. فالحل الوحيد انهم ينزلوا عربيه تاني من على الكوريك ويركبوا العجل ويفككوا الصالون كله عشان يوصلوا ل3 مسامير، وبعدين يرجعوها تاني على الكوريك. وفعلا عملوا كده وقدروا يفتحوا الباب. نزل تحت العربيه تاني عشان يفك عمود الكردان، وعمود الكردان ده جزء ميكانيكي مهم جدا في منظومه نقل الحركه، وهو اللي بينقل الحركه من الجير بوكس للديفرنس اللي بدوره بيلف العجل الخلفي. بعد كده رجع فك العجل تاني، ولقى طين كتير بسبب انها كانت غرقانه، وده امر طبيعي. بدا يفك الكاليبرات بتاعه الفرامل، خراطيم الفرامل كانت قافشه ومصديه، فك خراطيم السوي بار الهيدروليك، واخيرا حل المسامير الرئيسيه اللي ماسكه السب فريم كلها في شاسيه العربيه. وبدل ما ينزل السب فريم هو سندها على حوامل ورفع العربيه من عليها، وكده السب فريم الخلفي بالعفشه والفرامل حلوها من جسم العربيه. فدلوقتي محتاجين انهم يركبوا الجزء اللي اتفك في العربيه الثانيه، فسقوها جوه الورشه ودخلوها، وبعد كده رفعوها على الرفعه الهيدروليك، فكوا تانك البنزين من الرولز رويس، وبعدها جابوا السب فريم السليم وحطوها تحت العربيه. لازم العربيه تنزل على السب فريم بالملي. تفارش وفريقه قعدوا يحركوا السب فريم عشان يظبطوا اماكن المسامير الاربعه، وفي الاخر العربيه نزلت في مكانها بالظبط. ربطوا المسامير ورفعوا العربيه تاني بالكوريك، والسب فريم اترفع برضه مع العربيه، وكده عفشه الجزء الخلفي ركبت في مكانها. وربطوا طنابير العجل وركبوا كاليبرات الفرامل، وكده الجزء الخلفي من العربيه خلص. ونروح للسب فريم الامامي. المشكله ان موتور العربيه كله متشال على السب فريم ده، ولو فكوها الموتور هيقع. الحل كان انهم يجيبوا حامل موتور علوي عشان يعلقوا الموتور من فوق ويمسكوه في جسم العربيه. وبعد ما الموتور اتثبت كرروا نفس العمليه اللي كانت في الجزء الخلفي، فكوا خراطيم الهيدروليك بتاعه الدركسيون، فكوا مسامير قواعد الموتور،
ونزلوا السب فريم الامامي كله بالعفشه والفرامل على الارض، وجابوا السب فريم الامامي السليم، ودي كانت اخطر لحظه في المشروع كله. زقوا السب فريم تحت العربيه، وكان لازم واحد من الفريق ينام تحت العربيه وهي بتنزل، وده عشان يركب عمود الدركسيون في الاسكاترا. تفارش كان بينزل العربيه بالملي، وسام بيوجههم من تحت العربيه، لحد ما اخيرا عمود الدركسيون دخل في مكانه. ربطوا المسامير ورفعوا العربيه، وكده عفشه العربيه ورا وقدام ركبت في مكانها. كده الشغل الميكانيكي الرئيسي خلص، فدلوقتي عايز يتاكد ان كهرباء العربيه والموتور شغالين ولا لا. فتفارش دخل جوه العربيه عشان يدورها، ومع اول تدويره العربيه دارت. الموتور الفي 12 صوته كان جبار، حتى سقف العربيه النجوم او الستارلايت هيدلاينر نور واشتغل. دلوقتي العربيه بتدور وما بتمشيش، وده بسبب انها ما بتفرملش، فلازم ياخدوا هوا من دايره الفرامل، وكان لازم العربيه تقف من غير ما الركاب يحسوا بغطسه لقدام او باي حاجه. طب ازاي عربيه بالوزن ده وهتقف بالنعومه دي؟ الفكره كلها في الدي اس سي، وده المخ بتاع دايره الفرامل. ده مش مجرد اي بي اس عادي، ده نظام معقد جدا بيراقب كل حاجه. يعني لو دوست فرامل جامد مره واحده الطبيعي ان وش العربيه يغطس، فالمخ هنا بيبعت قوه فرمله اكتر للعجل اللي ورا، وده عشان تفضل ثابته والركاب ما يحسوش بحاجه. وكمان لو الدنيا بتمطر فالطبيعي ان الطنابير تبقى مبلوله. هنا المخ ده لوحده بيخلي التيل يلمس في الطنابير كل كام ثانيه، وده عشان ينشف اي ميه عليهم، وبكده يضمن ان الفرامل جاهزه باقصى قوه. وطبعا كل ده متشال على هاردوير جبار، طنابير ضخمه جدا وكاليبرات فيها بساتم، وتيل فرامل معمول مخصوص عشان ما يعملش صوت الصفاره اللي بنسمعه. فالموضوع في الرولز رويس مش قوه فرمله بس، الموضوع كله في البرمجه والكمبيوتر اللي بيخلي الوقفه ناعمه زي حركه العربيه بالظبط. استخدموا الاول الطريقه القديمه، جهاز اسمه ايزي بليد بياخد ضغط الهواء بتاعه من كاوتش العربيه عشان يزق الزيت الفرامل في المواسير، وبدا انه يفضي زيت الفرامل. لكن ده ما كانش كفايه، النظام ده محتاج جهاز كشف اعطال مخصوص عشان يدي امر الكمبيوتر الاي بي اس ويفتح صماماته ويطلع اي هواء محبوس جوه. وصاحبه كان معاه جهاز السكانر الاصلي بتاع بي ام دبليو رولز رويس. بداوا ياخدوا هواء بالطريقه العاديه من الاربع عجلات، وبعد كده وصل الجهاز بالعربيه وشغل برنامج طرد الهواء. فجاه ترومبه الاي بي اس بدات تزن وتعمل اصوات غريبه، ودي كانت بتطرد الهواء المحبوس. رجعوا ياخدوا هواء تاني من العجل كله والترومبه شغاله، وبعد ما خلصوا تفارش جرب دواسه الفرامل وفعلا اشتغلت، وكده الفرامل بقت تمام معاهم. بعد كده جرب يطلع بالعربيه ويمشي بيها بالراحه، كده الفرامل والمكنه شغالين معاه تمام. كده يكون فاضل الصاج والسمكره والكهرباء والتقفيل، واصحابه كانوا يركبوا الباب والشنطه ورا الكاميرا. لكن الباب ده كان فيه مشكله، طلع ان العربيه دي كانت واخده خبطه بسيطه قبل كده في الجنب ده، وكمان كان مرشوش. وكمان وهم بيركبوا الباب التقيل ده وقع منهم وعمل نقره واضحه جدا في الصاج. دلوقتي الخطه انه لازم يظبط الشنطه عشان تتقفل بشكل محكم، ويركب الاكسدام الخلفي بكل مشتملاته، وبعدين يرجع الصالون والفرش الداخلي لمكانه. اول حاجه عملها كانت انه فك قلب الكالون وركبه في الشنطه، وده عشان لو البطاريه نامت في اي وقت يقدر يفتح الشنطه بالمفتاح عادي. وكان ناقصه كليبسات ومسامير كتير، فراح ياخدهم من مات. وبعدين راح للعربيه الغرقانه عشان ياخد منها باقي الاجزاء، فك الاكسدام الخلفي والضفاير الكهرباء والحساسات وكل القواعد الحديد اللي تحته. وهو بيفك لقى قطعه مهمه جدا اسمها هوايه الشنطه، ودي قطعه بلاستيك بصمامات في اتجاه واحد تسمح للهواء انه يخرج من الشنطه لما تتقفل بقوه. نقلها وركبها في عربيته. قبل التركيب تفارش كان قدامه اكسدامين، الاتنين بنفس اللون الفضي، لكن لاحظ فرق بسيط جدا. الاكسدام بتاع العربيه الاصلي كان ميتاليك، يعني فيه لمعه، فقرر انه يركب الاكسدام الاصلي عشان العربيه كلها تبقى درجه لون واحده بالظبط. وبعد ما ركب الاكسدام بدا انه يصلح النقره اللي في الباب. جاب 2 متخصصين في البي دي ار او الشفط على البارد. الخطه كانت انهم يستخدموا مسدس شمع عشان يلزقوا قطع البلاستيك على الخبطه ويشدوها لبره، وبعدين يستخدموا اقلام تخمير عشان يدقوا على الحروف ويفردوا الصاج من غير ما يجرحوا البويه. وبعد كذا محاوله الخبطه بدات تتفرد، بس عشان الخبطه تطلع سليمه 100% كان لازم يوصلوا لها من ظهر الباب. بدا يفك الباب وبعدها شالوه وحطوه على الحامل. الخبطه كان جايه بالظبط على كراش بار ماشي بعرض العربيه، ودي عرضه هيكليه عشان تحمي الركاب في الحوادث. وفعلا صلحوها والخبطه اختفت تقريبا وما بقتش ملحوظه. الباب اتركب في مكانه للمره الثالثه، وبكده شغل الصاج الخارجي تقريبا خلص. دلوقتي تفارش كان قدامه يومين بس عشان يخلص العربيه بالكامل، فاستعان بيوتيوبر تاني متخصص في تفصيل العربيات اسمه كريس 6، وبداوا في تنظيف العربيه وغسلها. وبعد كده بدا كريس في تلميع العربيه عشان يشيل اي خشونه او رايش لازق في العربيه، وبدا يشتغل بالصاروخ وكومباوند عشان يرجع للعربيه لمعتها. الكومباوند ده ماده بتشيل طبقه البويه المؤكسده والقديمه وبترجع اللمعان والعمق الاصلي للون. في الوقت اللي كريس كان شغال في تلميع، تفارش كان في الناحيه التانيه شغال بيفك في وش العربيه الغرقانه، وده عشان ياخد منها باقي الاجزاء الناقصه. ودلوقتي بعد التلميع العربيه شكلها بقى احسن بكتير. في الاخر رشاب طبقه سيلانت عشان تحمي البويه وتحافظ على اللمعان. وعلى الناحيه التانيه تفارش كان شغال على فك وتركيب خراطيم ميه التبريد. تاني يوم تفارش بدا يجمع وش العربيه، ركب كل الرادياتيرات والسربنتينات والخراطيم اللي جابها من العربيه الغرقانه،
وهو شغال وصل فريق ويلمنيا، وده اشهر فريق جنود في انجلترا. كانوا جايبين له طقم جنود مقاس 22 بتصميم مالتي سبوك وشكله رهيب، ومتغلفين بكاوتش كونتيننتال جديد، وركبوا الجنود الجديده بسبيسرز عشان يظبطوا وقفه العربيه. اول ما الجنود ركبت شكل العربيه اتغير تماما وبقى هجومي اكتر. تفاريش كمل شغل في دايره التبريد وركب خزان ميه اضافي ورا الرفرف، وبعدين جاب الاكسدام الامامي عشان يركبه. تفاريش لاحظ ان درجه اللون في الاكسدام مختلفه عن درجه اللون في الرفرف، وده اللي كان مرشوش قبل كده، فدلوقتي هيشوف الاكسدام الاصلي بتاع العربيه عشان يقارن. المشكله ان الاكسدام الاصلي كان متخزن على رف عالي في الورشه، فهو بيجيبه الاكسدام وقع على الارض ووش الاكسدام اتكسر نصين، فبقى معاه اكسدام مكسور واكسدام لونه مختلف. فدلوقتي هيركب وش الاكسدام بالشبكه النيكل ويحول العربيه للونين، وهيخليها زي رولز رويس الغرقانه. ركب الوش الفضي وغطى الموتور، وبعد كده سحب الهواء من دايره التبريد، واستخدم جهاز عشان يفرغ الدايره كلها من الهواء قبل ما يحط ميه التبريد، ودي خطوه ضروريه جدا عشان يمنع تكوين جيوب هواء ممكن تبوظ الموتور. ولما بيتكون جيب هواء جوه دايره التبريد، اللي بيحصل ان الهواء بيمنع الميه من انها توصل لاجزاء معينه في الموتور، وخصوصا حوالين السلندرات او وش السلندر، وفي الحالات الشديده ممكن الموتور يبوظ بالكامل. وهو شغال لقى ضفيره كهرباء مقطوعه، كان فريق مات قطعها عشان ياخدوا فيشه لعربيتهم. تفاريش جاب ضفيره سليمه من العربيه الثانيه ولحم الاسلاك باستخدام شرنكات عشان يضمن انها معزوله تماما ضد الميه، وركب كل البطانات الصاج اللي تحت العربيه. دلوقتي العربيه طلعت بره الورشه لاول مره، شكلها كان رهيب بالجنوط الجديده والوش الفضي مع باقي العربيه النبيتي، عمل شكل مميز جدا. لكن العربيه ما كانتش خلصانه 100%، لسه العتب الجانبي ناقص، وكمان الصالون كله كان فاضي. كان عايز يتاكد ان دوره التبريد سليمه، فدور العربيه وسابها دايره عشان يتاكد ان دايره التبريد شغاله وان الحراره ثابته. Then hold start. Still starts up. It's gonna have a ton of faults and things that we need. العربيه دارت، بس كانت مليانه اكواد اعطال لان الصالون كله متشال، لكن صوت الموتور كان سليم، وحتى علامه الرولز رويس اللي بتطلع من الكبوت كانت شغاله. والاهم من كل ده ان مؤشر الحراره فضل ثابت. العربيه بقت رسميا بتدور وبتمشي وما بتسخنش. مات ارمسترونج واللي كان هيرمي العربيه في الخرده جه يشوف العربيه، واول حاجه لفتت نظره وهي الجنوط. تفاريش حكى له عن وش الاكسدام اللي اتكسر وازاي اضطر يركب الوش الفضي، فعجبته الفكره وقال ان شكل اللونين ده ممكن يكملوه يا اما ببويه او يغلفها. فدلوقتي بدل ما يرش العربيه فقرر انه يغلف السقف والقوايم والكبوت بنفس اللون الفضي بتاع الجنوط، والنتيجه كانت مبهره بجد. العربيه بقى شكلها لونين زي عربيات الرولز رويس الغاليه، واللون الفضي كان ماشي مع الجنوط. ومش عايزين ناخد بالمظاهر لان الصالون من جوه كان لسه عباره عن صاج، والعتب الجانبي كان ناقص. والمشكله هنا ان الاير سسبنشن كان معلق. العربيه كان مرفوعه لفوق زي عربيات الدفع الرباعي، والجنب اليمين اعلى من الجنب الشمال. بدا بالقطع الصغيره اللي بتاخد وقت، ركب رشاشات المساحات وفانوس الاشاره اللي في الرفرف، لكن الفيشه اللي جابها من العربيه الغرقانه كانت مليانه صدى، اضطر يفكها وينضفها سن سن عشان يضمن انها هتوصل كهرباء. وبعدين ركب قطعه مهمه جدا، وهي حامل الشمسيه الاصلي بتاع الرولز رويس، ودي اللمسه اللي بترجع هيبه العربيه. ركب العتب الجانبي، وكمان ركب البطانات الداخليه. وبعد ما قفل الجنب كله وربطه بمساميره، اكتشف انه نسي يركب حته فوم عازل للصوت جوه الرفرف، ودي غلطه معناها انه لازم يفك كل عمله ده تاني من الاول. ففكهم وركب العازل، وبعدين ركب كل حاجه في مكانها تاني. دلوقتي جت اخطر خطوه في المشروع كله، وهي الايرباجات. مات كان خد الايرباجات كلها من العربيه، فتفاريش كان لازم يفك الايرباجات السليمه من العربيه الغرقانه ويركبها في عربيته. فك الايرباج بتاع الكرسي، وكمان الايرباج الستاره اللي ماشي بطول السقف العربيه كله. كان شغال وهو مركز جدا لان اي غلطه ممكن تخلي الايرباج ده ينفجر في وشه. بعد ما ركب الايرباجات في العربيه بتاعته جه وقت برمجه الكمبيوتر. وصل جهاز كشف الاعطال ومسح الاكواد. لمبه الايرباج طفت والكمبيوتر قرا الايرباجات الجديده، لكن لسه في اعطال في وحده التحكم في الابواب وفي نظام الثبات الالكتروني. تفاريش عرف ان الاعطال دي سببها ان الصالون لسه مفكوك، وكمبيوتر العربيه مش حاسس ان البيبان مقفوله، وعشان كده كان رافض يظبط مستوى العفشه الهواء. الحل انه لازم الصالون كله يتقفل. بدا يركب الفرش الداخلي قطعه قطعه. تركيب الصالون ده صعب جدا لان كل قطعه ليها ترتيب معين، ولو ركبت حاجه قبل حاجه لازم تفك كله من الاول. وبعد شغل كتير الصالون الخلفي ركب، واخر قطعه كانت فرش الباب الضخم. اخيرا العربيه اتقفلت وجاهزه لاول مشوار، بس المشكله هنا ان ما فيهاش بنزين. تفاريش ملى الجراكن وخدوا وقت كبير بيفضوا بنزين في التانك عشان يوصلوا بس لاقرب بنزينه. واول ما العربيه طلعت على الطريق المشاكل بدات تبان. الدريكسيون معوج، وده بسبب نقل السب فريم، وده بوظ ظبط الزوايا تماما. والعفشه لسه بايظه، جنب من العربيه عالي جدا والجنب التاني واطي. العربيه ماشيه معوجه زي ما تكون هتتقلب. رجع الورشه والحل الوحيد كان في جهاز برمجه الرولز رويس الرسمي. تفاريش جاب اللابتوب بالبرنامج، والبرنامج طلب منه يقيس ارتفاع العربيه من على الارض بالملي، لكن لما تفاريش دخل المقاسات الكمبيوتر رفضها
قصادها، وده لان الجنوط ال 22 اكبر من المقاس الاصلي اللي هو 21، فالمقاسات طالعه بره المدى المسموح بيه. قعد كتير يحاول على الكمبيوتر والكمبيوتر كان رافض. تفارش قرر انه يدي امر للكمبيوتر انه يفضي الهواء كله من العفشه. العربيه هبطت بالكامل على الارض وشكلها بقى جنجستر جدا، وكده تكون المشكله اتحلت. اخر خطوه كانت ظبط الزوايا، وداها مركز متخصص. الفنيين ربطوا المسامير، وفي العفشه ظبطوا كل حاجه بالليزر. دلوقتي العربيه رجعت 100% لظبطه المصنع. تفارش طلع يجرب العربيه لاخر مره، لوحه العدادات زيرو اعطال، والدركسيون مظبوط، والعربيه ماشيه زي اليخت، هاديه وفخمه، وقوه الموتور الفي 12 الجباره اخيرا ظهرت. قرر يرجع لمات ارمسترونج عشان يوريله العربيه، والمشروع ده اخد شهور طويله وتكلفته كانت 8 عربيتين رولز رويس. وبعد الشغل ده كله تفارش اكتشف انه ما ينفعش ياخد العربيه دي لامريكا بسبب قانون ال 25 سنه، ولازم العربيه تكون اقدم من 25 سنه عشان تدخل امريكا. قرر انه هيديها لواحد من متابعينه في انجلترا. وفي الاخر الفريق اللي اشتغل على العربيه مضوا باسمائهم على الصالون من جوه كتذكار للمشروع المستحيل ده. ودي كانت رحله تصليح الرولز رويس الجميله. شفنا ازاي تفارش بدا بهيكل فاضي من عربيه كانت رايحه الخرده، وبمساعده عربيه تانية غرقانه قدر يرجع الشبح ده تاني للحياه. ودلوقتي عايزكم تردوا عليا في الكومنتات، لو كنتم مكان تفارش كانت ايه الخطوه اللي هتيجوا عندها وتزهقوا وتقرروا تبيعوا العربيه دي في الخرده. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. وبس كده، سلام.